لما حد بيحب يجي يتريق على حد بيقوله هو انت مريض نفسي. ولما يكون حد حاسس بأي حاجة مش مظبوطة نفسيا بيخاف يتكلم علشان الناس ما تقولش عليه مجنون. بس الحقيقة ان المرض النفسي مش جنان وملوش علاقة بالجنان. تعالوا كده نرجع بالتاريخ ونشوف المرض النفسي ده كانوا بيتعاملوا معاه ازاي على مر العصور. في العصور القديمة كانوا بيعتبروا ان المرض النفسي ده الانسان ده راكبه روح شريرة وبيه مس من الجن، وكانوا بيعالجوه بطريقة مبتكرة جدا الصراحة. كانوا بيعملوا ثقب في دماغ المريض علشان الروح الشريرة تطلع من الثقب ده والإنسان يتعافى. كانوا بيحبسوه علشان ما يأذيش نفسه وما يأذيش حد. يجي بقى في العصور الوسطى كان اللي بيهتم بالمرضى النفسيين هم المشعوذين والسحرة والكهنة. في نفس الوقت ده كانوا المسلمين بيهتموا بالمرضى النفسيين بتوعهم وبيعالجوهم بالأعشاب وعاملين لهم المستشفيات الخاصة بيهم. وبعد كده في العصر الحديث اتوسع مفهوم الأمراض النفسية وبدأوا يعملوا المستشفيات ويعملوا حملات يوعوا الناس بضرورة فهم الأمراض النفسية وعلاجها. طيب احنا نطلع من الفيديو ده بإيه؟ طبعا ما نطلعش ان احنا نخرم المريض من راسه علشان يتعافى. احنا نطلع من الفيديو ده ان المريض النفسي مش مجنون، وان المرض النفسي حاجة قديمة جدا وليها علاجها، وان لو اي انسان عنده حاجة مش مظبوطة نفسيا ما ينفعش ان انا اطلعه مجنون واتريق عليه. وانت لو عندك حاجة نفسية دور على سببها وتعالج منها، لان الامراض النفسية زيها بالظبط زي الامراض الجسدية. بالعكس ده هي اهم من الامراض الجسدية، وممكن كمان تسبب امراض في الجسد ما تقدرش ان هي تتعالج.